السلام عليكم. اليوم رايحة نحضر لكم بسبوسة بدون بيض بذوق الليمون. نحط قشرة ليمون ثم نضيف نص كاس سكر نتاع لاتاي. تجي هايلة هاد البسبوسة. ونزيد نص كاس زيت، قرصة ملح، ونضيف كيس فانيلا ونحرك. ثم نضيف كاس حليب بارد. وزن الكاس 240 مليلتر أو 4 يوترو. نضيف عليها كاس وربع سميد رقيق نتاع البسبوسة وكيس خمارة الحلوى، ونخلط مليح لمدة دقيقتين باش السميد يشرب الزيت شوية. درتها لكم كي قرب شهر رمضان، تجي روعة. نتمنى تجربوها، ما راحش تندموا. ما تصدقوش باللي مصنوعة بدون بيض، اقتصادية بزاف. نتحصل على هذا القوام نتاع العجينة، فيها حلبنة روعة. نصبوها في مول دهنته بالزيت ورشيته بالسميد وندخلها للفرن. قطر المول 22. ها هي البسبوسة بعد ما خرجتها من الفرن. انا كي تحمرت من التحت حمرتها من الفوق، يجي الوجه نتاعها مشقق. لاحظوا، هذا هو السر ديالها. طيبتها 35 دقيقة. كان عندي شربات هنا. نتوما ديروا كمية الماء، ضعفها سكر وقطعة الليمون باش تجيكم حميمضة وتشهي. فقط السطح شربوه شوية وقدموها. ها هي البسبوسة بعد ما وجدت، حبيت نقدمها لكم سامبل. ها هي نقصها لكم، شوفوا شحال هشيشة، تجي رائعة مع لاتاي وسخونة وهشيشة كيما القطن. تزيين يرجع لكم ليكم. تحبوا تزينوها بنواد كوكو ولا سكر جلاس. انا عجبتني بالبساطة نتاعها، جات تحفة. ولا ديروا الكلاصاج تاع الليمون، راني دايرته لكم في كيكة الليمون ببيضة واحدة. شوفوا من الداخل كي جات رطبة وهشيشة كيما القطن واقتصادية. نتمنى تجربوها، ان شاء الله راح تعجبكم بزاف. تحمر الوجه وما فيهاش البيض وفيها ذوق الليمون يهبل. ديروها مع لاتاي وادعيولي. وما تنسوش الاشتراك معنا في القناة، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديدي، وتبقوا على خير.